لا أحمد رئيس، أنا أستأذن بس إنه يتسع صدر معالي الوزير يعني وعلى كل حال جيد إنه بقاله ساعات بيسمع كلمات الإشادة، لأنه الحقيقة أنا لا أنوي على الإطلاق أن أشيد بأدائه. لو أنا جاي يا معالي الوزير أطلب حتة أرض علشان أعمل مدرسة أو وحدة صحية أو مركز شباب، هشوف الأمرين ويمكن أحصل على موافقة وغالبا لا. لكن لو واحد من اللي عارفين السكك جاي علشان ياخد الحتة الأرض دي ويقسمها ويبني عليها عمارات، بتخلص فورا. وعايز حضرتك تكتب عندك كده عن حتة أرض في كفر الشيخ اتخذت بعدد من الملايين لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، وأول ما خلصوها الناس اللي عارفة السكك دي بيتعاركوا دلوقتي على بيعها بمئات الملايين، بيتعاركوا على البيع ب900 مليون. حضرتك بتسمع من بدري كلام إشادة من السادة النواب على جهد الشعب المصري في عمارة المساجد. أنا عايز حضرتك تكلمنا الوزارة بتبني في كل إدارة أوقاف كام جامع في السنة، واللي بيبنيه الناس على حسابهم، وحضرتك بتمضيهم الإقرار إن هم يسلموا لك على المفتاح، بتضمه وبتعين له عمالة ولا ما بتعينلوش؟ بعد ما منعت إن اللي يبني ويشطب حتى يعين العمال. ومن آخر جامع ضمتوه بقالكم كام سنة ما ضمتوش جوامع، وأنا عندي ناس بانيين ومكلفين أكتر من 10 مليون جنيه، وهم اللي بيكنسوا المساجد دي علشان أنت حضرتك مش عامل لها عمال. عايز حضرتك تكلمنا عن العمال بتوع الأوقاف اللي اتفصلوا واللي رجع منهم، اللي هم بتوع الابتدائية ومحو الأمية، شغلتهم في سينا وفي محافظات حدودية، بياخدوا كام في الشهر وعايشين ازاي؟ ولما بنطلب ان هم يرجعوا علشان يبقوا قريبين من بيوتهم بالملاليم اللي بياخدوها، حضرتك بتقول لنا بعد 3 سنين. عايز حضرتك تكلمني عن فرش المساجد اللي وبناء عليه يعني بناء رجاء يعني تكلمني عن فرش المساجد اللي بيتم لاعتبارات سياسية وليست للاعتبارات الموضوعية. كلمني عن مساجد انا خدت موافقات على الفرش ليها، ولما رحت افرشها صعب عليا الفرش اللي فيها، وفي الوقت نفسه في مساجد اخرى احوج ما تكون للفرش وما بتتفرش. ليه ما يجيلكش على الاقل مع تزكية النائب على الاقل معاينة من الادارة بتاعة الاوقاف او من المديرية تقول لك المسجد ده محتاج للفرش ولا مش محتاج؟ عايز حضرتك كمان تكلمنا عن الأراضي والعقارات اللي وقفها المسلمين للإنفاق على أوجه البر، إزاي بيتم التعامل فيها؟ لو ليه رجاء، والأمر مش شخصي، أتمنى أن حضرتك تكون آخر وزير للأوقاف وأن يعود الأمر إلى نصابه الصحيح. الدعوة تعود إلى مكانها الطبيعي، الأزهر الشريف، وتنشأ هيئة على غرار هيئة الأبنية التعليمية